السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم بقى كده زي ما انتم شايفين كده شوية قراقيش كده حلوين قوي كده، لزوم السقسقة كده بقى للفطار للعشاء. كده يعني في اي وقت كده بقى عايزة تاكلي حاجة خفيفة كده مع كوباية شاي. قراقيش بالعجوة وسادة تحفة بجد. نشوفها كده مع بعض كده، يا رب تعجبكم كده. معانا هنعمل بس نص كيلو دقيق. نص كيلو دقيق متعدد الاستخدامات. هيطلع منه النتيجة اللي انتوا شفتوها ده. هنحط عليه بس رشة ملح كده. آه وثلاث معالق كده سكر صغيرين، او 4 معالق او 4 معالق كده صغير، بس المعلقة الصغيرة. معلقتين بقى بالمعلقة الكبيرة. ومعنا هنا بقى سمسم محمص كده، نحط معلقتين. وهنا بقى نص معلقة ومعلقة كبيرة، معلقة صغيرة خميرة، ونص معلقة بيكنج باودر. بس كده. هنقلب كده المكونات كده الجافة كده مع بعضها. حلوة قوي كده يعني للعصاري كده، مع كوباية شاي سادة، مع كوباية شاي بلبن تحفة. هنحط هنا كوباية سمنة كده، اللي هي المج العادي بتاعنا بتاع الشاي. وهنحط ربع كوباية كمان ربع كوباية زيت معاه كده، عشان بس يبقى مقرمشة مقرمشة كده القراقيش بتاعتنا وتبقى حلوة. هنقلبهم كده ببعض كده، ونحاول نبسهم كده، او نقلبهم كده الاول بمعلقة خشب. هي السمنة مش سخنة ولا اي حاجة، هي مجرد بس ان هي سايحة. قلبتها كده بس، وابدا بس بس دقيق كده مع مع المواد الدهنيه، عشان بس يختلطوا ببعض كويس. سريعه كده، بعد ما تشوفوا الفيديو كده هتقومي تعمليها، حلوه جدا. يعني انا قمت الصبح كده، يعني ليا مزاج كده اعمل قراقيش، اهو اكل قراقيش، رحت عاملاهم كده. عندي شويه دقيق كده رحت عاملاهم، ما خدوش اي حاجه. معايا هنا كوبايه ميه دافيه، هناخد منها الكميه على قد ما تاخد مننا العجينه بتاعتنا. نحط الميه، نحط شويه بشويه كده، ما نحطش الميه بتاعتنا مره واحده. بس انا خدت بقى كده ما عجنتها كده كويس. خدت كوبايه الا ربع يعني. دول اللي اتبقوا كده منها. هنغطيها بس كده شويه، مش هنسيبها تخمر ولا حاجه. 10 دقايق كده، ربع ساعه، وعلى بال ما نحضر الصواني بتاعتنا. بس اهي بعد ربع ساعه هنبدا بقى نشكلها. هنشكل الاول كده شويه كده بقى اللي هما الساده. بنطريها كده بايدنا. بص العجينه ما شاء الله ملبن كده وتقع معاكي حلو قوي، يعني مقدارها مظبوطه جدا. نحاول بس نظبطها كده تبقى كلها يعني سمك واحد. بس هنبدا بقى كده نقطعها. حلوه قوي قوي يعني، هتعجبكم. وبعدين سريعه بصراحه، وبعدين نضيفه. والاسعار بقى بصراحه بقت بره يعني. الكيلو بقى بالشيء الفلاني بصراحة، هي مش هتتكلف معاك يعني. ده نص كيلو ب9 جنيه. انا جايباه من العطار، مع كوباية سمنة من البيت وخلاص. معلقة خميرة، معلقة سمسم برضو عندي في البيت، فما فيهاش مشكلة خالص. هنا جبت بقى الصينية بتاعت الألمونيا. احلى حاجة بصراحة للخبز بجد الألمونيا. بتطلع معاك يعني المخبوزات بصراحة بتبقى حلوة ومظبوطة عن اي حاجة تانية. هنا بطر برضو، لازم تطري العجينة كده بايدك كده، وبعدين تسويها. سهلة وسريعة، ما بتاخدش معاك اي وقت. انا عماله بس بقرب العجينه من ايدي كده، بحاول عشان تبقى قريبه من ايدي كده. تحاولي تقطعي الاحجام القرقوشه كده قد التانية. حلوه. ساعات كده الواحد بيبقى عايز ياكل حاجه، بس مش عايز ياكل يعني، مش عايز ياكل اكل، فبتبقى حلوه بصراحه يعني. حلوه قوي كده يعني. سقسقه كده بسيطه يعني. كوبايه شاي كده مع قرقوشتين كده. حلوه قوي. بس هنعمل بقى برضو عملنا الساده كده، نعمل آه نعمل كمان شويه كده بالعجوه. العجوه كده انا جبتها من الماركت، هي طريه بصراحه وحلوه. بس حطيت لها بقى معلقه سمنه وخلاص، وعجنتها. ممكن بقى لو بتحبي قرفه تحط لها سمسم. لو بقى جبت العجوه يعني ناشفه معاكي ولا حاجه شويه، مش جايه معاكي كده بالسمنه، حط لها بس معلقه ميه دافيه كده على نار هاديه خالص كده، تطرى معاكي واعجنيها واظبطيها كده ببعضها واعمليها. انما انا جت حلوه يعني، هي معلقه سمنه بقت طريه وجميله زي ما انتم شايفين كده. هنعمل بقى الحبه دول بالعجوه. نقفل بقى على العجوه حلو.
تقفلها على العجوه حلو قوي كده عشان ايه ما تخرجش وتحرق الصينيه. بس هنسوي كده، قفلنا حلو. بعدين نقلبها بقى ايه، نخلي ايه الفتحه اللي قفلناها من تحت، نسويها كده، نحاول بقدر الامكان تبقى ايه كلها ايه سمك واحد. قمت الصبح والله قبل ما افطر كده عملتهم، والله ما خدوش اي حاجه، يعني فطرنا بيهم بصراحه. عجبت الولاد وعجبت الحاج، او عجبت الحاجه حلوه قوي والله. ربنا ان شاء الله كده تجربوها بالمقادير دي وتعجبكم. ما تنسوش بقى يا جماعه لو استفدتوا باي حاجه من الفيديو، ما تنسوش اللايك للفيديو والاشتراك في القناه. نوروني كده باشتراككم في القناه اللي مش مشترك عندي. ما خدتش معانا اي حاجه، وما خدتش تخمير كمان كتير ولا اي حاجه. بص العجوه، بص ما شاء الله جميله، بص حلوه قوي. عايزه ما تعمليش بعجوه خالص، عايزه مثلا تعملي بملبن اعملي عادي، يعني ممكن الملبن عادي تعمليه برضو نفس طريقه العجوه. بتعجنيه برضو بمعلقه سمنه وت... وتعمليه كده وتحشي بيه عادي القرايش. خلصنا الصينيه التانية بقى، نعمل بقى الصينيه دي كده كمان. مسكت فيها مش مقطوعين حلو، معلش اظبطها كده. بس بتظبط كده ما فيهاش اي حاجه. بس هنكمل كل الكميه كده وكده خلصنا. كده اهي خلصنا كده كل الكميه، نص كيلو دوت يعني. عمل صينيه كبيره حلوه اهي. الصينيه ديت كده هي الكبيره مليانه، وديت ايه ناقصه يعني حوالي صف وكده. هنسيبهم بس نسيبهم بقى يخمروا كده حوالي نص ساعه، وبعدين نحطهم الفرن. الفرن مسخناها يعني قبلها بربع ساعه كده. خدوا حوالي نص ساعه كده على ايه فرن على حوالي ايه 180 190 كده. طلع بص ما شاء الله من فوق ومن تحت تحفه. بص والكميه حلوه جدا يعني. إيه ما شاء الله حلوه قوي. يعني بص لونه كده موحد، وكمان بصراحه يعني مقرمش من بره وهش كده، يعني تاكليها كده تدوب، يعني هي ايه مقرمشه كده، وتيجي تاكليها تلاقيها دايبه، يعني احنا كلناها كده تحسها دايبه ببقك والله. حلو، حلو قوي يا جماعه ومقاديرها مظبوطه. جربوها كده. هنشوف كمان مع بعض كده واحده بالعجوه. العجوه طريه من جوه، وبص ما شاء الله هشه جدا وناعمه وحلوه قوي. جربوها يا رب تعجبكم. اذا عجبتكم ما تنسوش بقى لايك للفيديو واشتراك في القناه، واشوفكم في فيديو جديد بأمر الله. مع السلامه.